السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي شيوات ميلي. معكم مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم الوصفه ديال الكبده اللي غادي نطيبوها بواحد الطريقه جديده. غادي نطيبوا الكبده بالبصله وبهاد المكونات اللي كتشوفوا قدامكم. كتجي صراحه كتجي رائعه، خصوصا اللي درنا في وسط لي ساندويتش كتقدم مع لي ساندويتش. اذا في المقادير غادي نحتاج عندي هنايا 5 ديال البصلات من حجم متوسط اللي يكونوا قطعناهم بحجم رقيق. هي كتبغي البصله بزاف، غادي ديروا 5 ديال البصلات اللي غادي تقطعوهم بالشكل الرقيق كما كتلاحظوا معايا. عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال الكبده اللي تنكون قطعتها بالطريفات كيف ما كتلاحظوا معايا. كنغسلوها مزيان، قطعوها طريفات، حطوها حتى كتنشف. عندي ايضا غادي نحتاج هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الحار او الهريسه اللي عندكم غادي ديروه، اللي غادي نكون قطعناه حتى هو. انا درت هنايا مزود ديال الحار، قطعته بهذا الشكل كيف كتشوفوا. عندي هنايا معلقه نص معلقه كبيره ديال البزار، نص معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الخرقوم الملحه اللي غادي تكفاني. وعندي واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس اللي نكونوا قطعناهم بهذاك الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. عندي معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، اللي بغاها يزيد اللي ما بغاش بلاش. وعندي ايضا هنا واحد 2 فصوص ديال الثوم اللي كنكونوا حكيناهم بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. وبطبيعه الحال غادي يحتاج الزيت اللي غادي نديرو مع البصله ديالنا وهاد الكبده. اذا غادي نبداو اول حاجه بالزيت. نديروها في المقله ديالنا، شي مقله اللي تكون شويه كبيره باش تهز لكم كلشي. نديرو الزيت بلديه. غادي ندير البصله اللي عندي كما قلت لكم، البصله كثروها حيت الاساس في هذه الوصفه هذه هي البصله اللي كتكون هكذا كما كتشوفوا كثيره. كنزيد عليها هذيك الكبده اللي كنديرو مقطعه بطبيعه الحال. انا درت هنا البصله والكبده ودرت كلشي دقه واحده، حيت من بعد فاش غادي نطيبوهم غادي يطيبوا في دقه واحده. ويعني ما غاديش يكون لا ما لا والو، يعني غادي يطيبوا. غادي يحتاجوا هما اصلا غادي يحتاج شويه ديال الوقت، يلا يجيو قادين مع الوقت ديال الطياب ديالهم. نزيدوا هذاك درت شويه الحار. نزيد دابا شويه ديال الثومه، نزيدوا ديك التحميره اللي عندنا، نزيدوا سكينجبير، ملحه، كمون، البزار والخرقوم. نزيدو مطيشه ديال الحك، وفي الاخير نضيف الربيع. ثم هادشي كامل نديو فوق البوطه باش يتشحر لينا مزيان فوق عافيه اللي تكون متوسطه. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا الكبده ديالنا بعد ما كنديروها مع ديك البصيله وديك التوابل كلهم كنديرهم فوق النار مهيله. كنبقى نحرك بهذا الشكل حتى كطيب لينا وكتنشف من داك الماء ديالها. كطيب مزيان، كتولي يعني كتولي خاطره شي شويه. نحركوا جميع المكونات ونخليوها طيب بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا حتى كطيب لينا مزيان. ثم نعاودوا نرجعوا باش نشوفوها في طبق التقديم. هي اهم حاجه في هذه الوصفه ان البصله تكون كثيره في الاول، يعني نديروا البصله كثيره كما قلت لكم 5 ديال البصلات يكونوا متوسطين، حيت البصله هي اللي كتبنن ديك الكبده اللي عندنا. وكنتبلوها كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنديروا كلشي هكا في زويته بلديه. كنحطوها فوق مقله حتى كطيب. اذا غادي نخليها حتى كطيب ليا مزيان، غادي تذوقوها في الاخر تشوفوا واش طابت، واش مزيانه، كلشي ناشفه مزيان، خطره مزيان، عاد باش ندوزو باش نحطوها في طبق التقديم. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا هي الكبده ديالي طابت، نشفت تماما من الماء، وحتى الطياب دخلها الطياب صافي طابت. دابا غادي نطفي عليها وننتقلوا باش نديروها في طبق التقديم. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل النهائي ديال الكبده اللي درنا اليوم بالبصله كتجي الصراحه رائعه جدا. واحد النكهه كتجي فيها واحد البنه غزاله. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتلاحظوا كيفاش كتجي، انا نقرب لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي الصراحه زوينه بزاف. تقدري تقدميها حتى للوليدات ديالك الا كانوا هكذا كيقراو. كتحضريها وكتقدميها على شكل ساندويتش كما غادي نوريك. كتاخدي الخبز ديالك هكذا وتديريه على شكل دي ساندويتش، ولا كاين الا كنتو خارجين وبغيتو تديو معكم شي حاجه اللي تكون صنع بيتي. هذا الخبز ان شاء الله شي نهار غادي ندير لكم الطريقه ديالو. حتى هو تيكون كندير فيه شويه ديال الزرارع باش كيكون هكا صحي. ثم كنجيب شويه ديال الخس، نديرو شويه ديال الخس هكذا
ونديروا معاه شويه ديال هكا ديال مطيشه ديال السوريس ديال المطيشه. نجيبوا هاد الكبده ديالنا وكنقدموها هكا مع الخبز، كتجي رائعه الصراحه، كتجي بنينه بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا. نتمنى انكم تجربوها. اذا كان هذا هو الطبق ديالنا اللي درنا نهار اليوم. كما كتلاحظوا معايا هنا لي ساندويتش ديالي قديتهم كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. تقدروا ديروهم لوليداتكم بحال هكا وتقدموهم ليهم كطبق رئيسي للغداء بالنسبه للوليدات اللي كيمشيو للمدرسه، اولا تقدموها على هذا الشكل في صحون كيف ما كتلاحظوا معايا. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دائما لايك للفيديو، تنضموا معي للقناه بالضغط على زر الاشتراك، وخليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.